الريحة ما بوصف لكم، دمار. احلى طبق بوريتو رح تاكلوه في حياتكم، شي يا جماعه من الاخر. رح نحضر اول شي تتبيله الدجاج. رح نستخدم الشيبوتلي بيبر، بيجي بها علبه مثل هيك، بيجوا حبات مثل هيك. رح اطحنهم بس ما رح استخدم كتير، يعني حبتين ثلاثه مثل هيك. بعد ما فرمنا الشيبوتلي هلا رح اضيف بودره الثوم، بودره البصل، الاوريجانو والملح، معلقتين زيت زيتون، أفخذ دجاج منزوعة العظم والجلد، بقطعكم كتير منيح وبخليهم منقوعين على الأقل ساعة ليشربوا التتبيلة كتير منيح. وبهالوقت رح نحضر الصلصة بيكو دي جايو، هي عبارة عن بندورة مفرومة، نحاول نفرمها لمربعات صغيرة بهذا الحجم. بصلة بيضة كمان بنفرمها مربعات صغيرة بهذا الحجم. كزبرة، رشة ملح، ليمونة. بالنسبة للهالبينو حسب الرغبة، أنا ما عندي هالبينو فاستخدمت الفلفل الأخضر الحار العادي. الصلصة صارت جاهزة. وللجواكامولي حبة أفوكادو، رشة ملح، رشة فلفل أسود، عصرة ليمون. حخليه هيك بسيط، ما راح أضيف أي شيء تاني. أنا بحب الطبق تبعي يكون فيه خضار أكتر، فراح أضيف خس، قطعه لحجم متوسط تقريبا، لا كبير ولا صغير. على مقلة شوية زيت زيتون وحبتين فلفل خضر مقطعين شرايح. الفلفلة صارت جاهزة، ما بدي إياها تدبل على الآخر. وبالنسبة للرز بعد ما استوى آخر شي عصرة بسيطة من الليمون، شوية كزبرة، هيك الرز صار جاهز. وهلا صار وقت إنه نعمل الدجاج. أول شي رح نحط شوية زيت زيتون عليها أفخاذ الدجاج، 8 دقايق 9 دقايق بتبدأ تتحمر ونقلبها. وقت التطبيق نضيف الخس، بعدين الرز، الفليفلة، قطع الدجاج، الصلصة، جواكامولي، سوار كريم، واخر شي شوية جبنة على الوجه. واو، شوفولي هالطبق قديش شكله بيشهي، اكيد الطعم خرافي. يلا ندوق. عن جد لازم تجربوها.